لو خلال يومك ما بتعملش أي حاجة بتحبها أو بتستمتع بيها، فأنت كده مفوت على نفسك مولد طاقة كبير جدًا. ممكن مثلًا تكون بتحب الكورة أوي بس بطلتها علشان شغلك ما بقاش مخلي عندك وقت، وممكن تكون أنت بتحب الأفلام والمسلسلات زي حالاتي كده، بس في حد قال لك إن دي اسمها تفاهة وإنك المفروض تتعب وتشتغل وتلحس التراب وحاجات غريبة كده. لكن أنا وجهة نظري يا صديقي اللي أنا عايز أشاركها معاك هو إن ما فيش أي حاجة هتفيدك أو هتساعدك على النجاح في حياتك أكتر من إنك تعمل حاجة تكون بتحبها أو بتستمتع بيها، لإن وأنت بتعمل حاجة أنت بتستمتع بيها أنت تلقائيًا بتبقى مبدع فيها، ومهما عملت مجهود في الحاجة ديّة مش بتحس بالمجهود ومش بتحس بالتعب، فأنت نجاحك فيها بيبقى مضمون جدًا. فأنت لو ما عندكش حاجة أنت بتستمتع بيها في يومك، بتعمل بس كل حاجة عشان أنت المفروض ولازم إنك تعمل كده، فالطاقة هتيجي لك منين؟ مش هيبقى عندك دافع ولا حافز إنك